سلطت تقارير عبرية الضوء على الإنجازات والإخفاقات للحكومة الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالملفات الحساسة، وذلك بعد 100 يوم على تشكيلها بالشراكة بين حزب الليكود والأحزاب اليمينية. وشكل نتنياهو حكومته السادسة قبل عدة أشهر بعد أن فازت كتلة اليمين الإسرائيلية بأغلبية ساحقة في انتخابات الكنيست، والتي جرت بشكل مبكر بعد تفكيك الائتلاف الحكومي السابق الذي شكله يائير لابيد ونفتالي بنت. وقال تقرير لصحيفة دعاة حرنوت إن مهلة 100 يوم التي تمنح عادة لكل حكومة جديدة انتهت اليوم، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف الحكومي يعترفون أن العديد من القرارات والوعود الانتخابية لم تتحقق بعد. وأوضح التقرير أن ائتلاف نتنياهو قدم الكثير من الوعود للجمهور الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيسة حول الاقتصاد وتكلفة المعيشة والسكن والأمن، مبينا أن دخول الائتلاف مباشرة بترويج لخطط إصلاح القضاء تسبب بتجاهل تلك القضايا. وحسب التقرير فإن أبرز ما يميز حملة حزب الليكود هو الخطط الاقتصادية التي قدمها نتنياهو بتكلفة عالية للغاية تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، كما أنها وعدت بجعل التعليم مجانيا للأطفال حتى سن 3 سنوات. وبين أن خطط الليكود تضمنت أيضا تخفيضا في ضريبة الدخل وضريبة الشركات، وتجميد معدلات ضريبة الأملاك لمدة عام، ومعالجة أسعار المساكن من خلال إصدار سندات حكومية مستدركا، لكن لم يتم تحقيق أي من هذه الوعود بالكامل. وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ خطوات معينة فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية للليكود، شملت إصلاحات على ميزانية الدولة والتي من المفترض أن تؤدي لكفاءة الاقتصاد، لكن بالمحصلة النهائية لم يحدث أي تغيير جذري بالأفق. وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال التقرير أن حكومة نتنياهو تواجه انتقادات شديدة فيما يتعلق بسياستها الأمنية سواء من وزرائها أو المعارضة، مبينا أن الحكومة تتهم بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأحداث الأمنية. وأكد أن وزراء وأعضاء كنيسة عن ائتلاف نتنياهو الحكومي وجهوا انتقادات شديدة للتساهل الإسرائيلي بالملف الأمني، لافتا إلى أنه على الرغم من المطالبات بعملية عسكرية جديدة بالضفة الغربية، إلا أن حكومة نتنياهو لم تظهر استعدادها لهذا النوع من التحرك. وأضاف التقرير العبري نادرا ما يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمنية المصغر الكابينت في مثل هذه الفترة الحساسة، كما أن وزير الدفاع يوآف جالانت لا يزال في مرتبة وزير تحت الاختبار وفق تعبيره. وأشار إلى أن ما تم تنفيذه في إطار الوعود في مجال مكافحة التوتر الأمني كان قانون الحرمان من الجنسية وترحيل منفذي العمليات من إسرائيل، وهو قانون قدمه عضو الكنيسة أوفير كاتس من الليكود، وكان أحد الوعود الانتخابية الرئيسية. وحسب التقرير فإنه على الرغم من الوعود الانتخابية لكتلة اليمين بخفض أسكان المساكن وإنشاء حكومة نتنياهو مجلس وزراء للإسكان، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة مهمة بشأن هذه المسألة، كما أن رفع أسعار الفائدة زاد من أعباء الطبقة المتوسطة. ونوه التقرير إلى أن نتنياهو ألمح خلال حملته الانتخابية إلى دفء العلاقات مع دولة عربية وإسلامية جديدة بالمنطقة، وذلك في إطار تحرك لتوسيع اتفاقيات السلام مستدركا، لكن خطة إصلاح القضاء والتوترات الأمنية أدت لعدم تحقيق أي تقدم بهذا الملف. وأضاف وعدا آخر ورثته حكومة نتنياهو عن الحكومة السابقة هو الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة للإسرائيليين متابعا إذا سارت الأمور بسلاسة، فسيتم تحقيق التقدم بهذا الملف في أكتوبر المقبل. ووفق التقرير العبري فإن ائتلاف نتنياهو مرر خلال الدورة البرلمانية السابقة للكنيسة الإسرائيلية 28 قانونا بالقراءتين الثانية والثالثة، كما مرر 57 مشروع قانون بالقراءة الأولى و79 اقتراحا بالقراءة الأولية. ويرى التقرير أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية وأهداف واضحة، وأن هناك أعضاء كنيسة وزراء بائتلاف نتنياهو يعملون بمفردهم ويقاتلون من أجل ثقة الجمهور الإسرائيلي مستدركا الكثير منهم منشغلين بحروب الائتمان والعلاقات العامة. وفي السياق قال التقرير للقناة 12 العبرية أن الفوضى السياسية والقانونية في إسرائيل لا تزال قائمة، خاصة في ظل وجود وزير الدفاع تحت المراقبة وعدم وجود وزراء للداخلية والصحة، مبينا أن حكومة نتنياهو تواجه العديد من التحديات الأكثر خطورة. وأوضح التقرير العبري أن الواقع الإسرائيلي الداخل الفوضوية، وأن هناك تصدعات خطيرة داخل حكومة نتنياهو وحزبه الليكود علاوة على التحذيرات القاسية والقلق من قبل الإدارة الأمريكية والعديد من دول المنطقة والعالم.
وبين أن تعليق نتنياهو لخطة ائتلافه القضائية أدت تهدئة الأمور بالوقت الحالي على الأقل بالنظام السياسي، لكن التوترات الأمنية لا تزال مستعرة متابعا. نتنياهو يحاول الاستفادة من الهدوء السياسي الحالي لمعالجة الشقوق داخل ائتلافه والليكود. وأضاف: يحاول نتنياهو بعد فشله في تنفيذ قرار إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت التوصل لحل وسط لا يقوض ردعه تجاه وزراء الليكود الذين قد ينضم بعضهم لأي تمرد محتمل بالمستقبل، الأمر الذي يدفعه لإبقاء جالانت بمنصبه. وحسب التقرير فإنه على الرغم من الجو الجيد الذي يجري فيه الحوار بين ائتلاف نتنياهو وقادة المعارضة بوساطة الرئيس إسحاق هرتسوغ بهدف التوصل لحل وسط، إلا أن الفجوات بين الجانبين كبيرة لا يمكن سدها. وأكد أن نتنياهو ترك أمام عدد غير قليل من التحديات، خاصة ما يتعلق بالتحديات الأمنية على الجبهتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل، لافتا إلى أن بن كفير فاجأ بدوره الجميع عندما أعلن استعداده إخضاع الحرس الوطني المنوي تشكيله قريبا لمفوض الشرطة. ومن بين تحديات الحكومة الإسرائيلية وفق التقرير أنها بوزير الدفاع تحت المراقبة وبدون وزيري الداخلية والصحة، ولكنها بصدد إنشاء وزارة أخرى وصفها كبار مسؤولي الائتلاف بأنها غير ضرورية برئاسة ماي جولان، هي وزارة النهوض بمكانة المرأة. وأكد التقرير العبري أن أمام نتنياهو شهرا واحدا فقط للتغلب على التحديات التي تواجه حكومته والوصول للدورة البرلمانية الجديدة بالكنيسة دون أي خلافات داخلية، مبينا أن هناك سيناريوهان معقولان على جدول أعمال الائتلاف الحكومي. والسيناريو الأول حسب التقرير أن يفشل الحوار مع المعارضة والعودة لوضع يطالب فيه ائتلاف نتنياهو بتجديد ترويج التشريعات خطط إصلاح القضاء متابعا. سيتعين على نتنياهو بهذه الحالة أن يكون مساعدا بائتلاف متماسك ينجح بالنجاة من الاحتجاجات والضغوط والعقبات الداخلية والخارجية. أما السيناريو الثاني فهو أن يصر نتنياهو بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة للكنيسة على الاستمرار في تعليق الترويج للتشريعات القضائية حتى إشعار آخر والتعامل مع تهديدات الوزيرين إيتمار بن كفير وسلاسل سموتريتش بحل الحكومة وفق التقرير. وأضاف التقرير العبري: ائتلاف نتنياهو لا يشبه بأي شكل من الأشكال الائتلاف الذي وعد به عشية الانتخابات، وهو غير مستقر وغير متماسك، وبالتأكيد لن يكون قادرا على إكمال أيامه في التركيبة الحالية وفق تقديره. وتابع: في مثل هذه الحالة سيتعين على نتنياهو التفكير بمسار ثالث تم طرحه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته من قبل أعضاء بالائتلاف والمعارضة، يتمثل بضم زعيم معسكر الدولة بيني جانس لائتلافه الحكومي. واستطرد انضمام جانس لحكومة نتنياهو لا يمكن إلا أن يسبب الأذى لها، كما أن زعيم معسكر الدولة لا يثق بنتنياهو مستدركا، ولكن في لحظة مصيرية وعندما تعود إسرائيل لحالة الفوضى سيجد جانس صعوبة بالغة في رفض الانضمام للائتلاف الحكومي. وختم التقرير العبري: سيؤدي انضمام جانس لحكومة نتنياهو إلى طرد سموتريتش وبن كفير من الائتلاف، وسيمنح رئيس الوزراء حكومة أكثر استقرارا وقبولا بين الجمهور الإسرائيلي والعالم، مستكملا على نتنياهو أن يسعى لتسوية سياسية مع جانتس.